اكتشفت ان الناس بتاخد قرار الشراء بسرعه جدا، وبتتنازل عن حاجات كتير جدا لما بيحصل مشاكل في الاقتصاد، وبيبقى الشخص عاوز ان هو البلدي كده ياخد بفلوسه حاجه، بدل ما يسيبها فلوس كاش لا ياخد بفلوسه حاجه. ليه؟ علشان خايف ان التضخم يطلع ياكل الفلوس، وان الفلوس بتاعته قيمتها تقل، في سبيل ان في الوقت العادي هو نفس المنتج اللي هو كان ممكن يشتريه بيتردد وياخد راحته قوي، وممكن ما ياخدش القرار على طول، لا ويستنى ويفكر تاني ويشاور ناس، مع ان هو كان سهل عليه جدا ياخد القرار لما الدنيا قلبت. هو نفس القرار. كنت بستغرب جدا من الموضوع ده، كنت بقول لنفسي هو ده مثلا بسبب الخوف من الخساره، او لان هو كده كده كان هيخسر، فيخسر جزء من الحاجات اللي هو مش حاببها مثلا في المنتج اللي هو بيشتريه او كده، في مقابل انه ما يخسرش في فلوس. لحد ما سمعت في مره بودكاست لصلاح ابو المجد وهو بيتكلم ان المحرك الاكبر للبني ادم هو خايف من ايه، او هو مش عاوز ايه، وده المحرك اللي شويه بيكون اوضح، اللي بيخليه سهل عليه ان هو يعرف هو يروح يعمل